الشمامسة وأول الشهداء اسطفانوس. مراجعة تاريخية، نشأة دقلمة، سيناريو وحوار سعيد يوسف، إخراج ماجد توفيق. طيب انت مين؟ دي تالت مرة تزورني فيه. يا ترى ايه سبب الزيارة؟ السلام لك يا لوكيانوس الكاهن. السلام لك يا سيدي. أنا اسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. سيدي اسطفانوس. يا لوكيانوس، سألت عن سبب زيارتي لك. اعلم أن جسدي في هذا المكان. هنا يا سيدي. في موضع يدعى ضيعة غملائيل. غملائيل؟ نعم، رجل تقي لما علم باستشهادي ارسل رجالا أتقياء إلى حيث موضع جسدي، وحملوني على عربة إلى القرية، وهناك قاموا بتدفيني ودفن جسدي. وقد تكفل الأتعاب. وأين أجد جسدك الطاهر يا سيدي؟ في الضيعة نفسها. اذهب واستخرج جسدي من هناك. السلام لك أيها الرجل البار. ده اللي حصل يا سيدنا. ظهر لي 3 مرات، وفي المرة الثالثة أفصح عن سبب ظهوره. مبارك الرب يسوع ابن الله الحي اللي أرشدنا إلى مكان جسد القديس اسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. يقوينا ربنا ننقل جسد الطوباوي من المكان اللي هو فيه إلى داخل مدينتنا أورشليم. أنت أبانا الأنبا يوحنا أسقف أورشليم، والأمر لك في النهاية. خد معاك 2 شمامسة و2 عمال وروح فتشوا في المكان اللي أرشدك. ما لقيتوش حاجة يا أولاد؟ برضه مفيش حاجة يا باشا. ولا أنت يا ابني؟ لسه ما لقيناش حاجة يا باشا. وبعدين بقى ده احنا فحتنا المكان كله تقريبا. فعلا يا أبانا، وبعدين؟ مش عارف يا ابني، بس هي دي الضيعة اللي حددها، وده المكان اللي قال لنا عليه. تحب نخبط في حتة تانية يا أبونا؟ لا يا ابني مفيش داعي، يلا بينا نبلغ سيدنا. ازاي يا ابونا؟ انت اكيد ما حددتش المكان بالظبط اللي قالك عليه. صدقني يا سيدنا، احنا حضرنا المكان كله تقريبا، لكن مفيش فايدة. ما تفقدش رجاء يا ابونا، احنا الليلة دي هنروح هناك ونصلي والرب هيرشدنا. يا ريت يا سيدنا، وانا معاكم. للرب الارض وملؤها المسكونة وكل ساكنين فيها. وبعدين يا سيدنا؟ الرب هيتدخل يا ابونا. تعال يا ابن احفر هنا ونشوف. الأرض انشقت يا سيدنا، وفي صندوق ظهر أهو. إيه الريحة الجميلة دي؟ المجد لك يا رب، المجد لك يا رب. مكتوب الشهيد اسطفانوس حبيب المسيح، ليتمجد اسمك يا رب زي ما بلغك. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، يتمجد اسم الله. المجد لله في العالي وعلى الارض السلام وبالناس المسر. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. مبارك اليوم اللي اكتشفنا فيه جسد القديس العظيم اسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء على اسمه.
وفاة المسيح. ايوه يا سيدنا، الخير عم، والمطر نزل، والارض اللي اتشققت من كتر الجفاف اخضرت. ارجوك يا سيدنا اديني حل ابني كنيسه باسمه وتضم رفاته المقدسه. يا اسكندر يا حبيب المسيح، مش غريب عليك انك تبني للقديس استفانوس كنيسه على اسمه، لان اعمالك سابقه بخدمه البيعه واخد الرب. ايوه يا سيدنا، وانا من جهتي هوفر كل مواد البناء وهجيب كل العمال اللازمين. ربنا يعوض تعب محبتكم بشفاعه القديس العظيم الشهيد استفانوس. حللنا يا سيدنا. اهلا وسهلا. خير يا ابني، في ايه؟ الست حرم المرحوم اسكندر عايزه تقابل نيافتك. خليها تتفضل. اتفضل. سلام يا سيدنا. سلام يا بنتي. ايه اللي جابك دلوقتي؟ أنا مسافرة يا سيدنا، بالسلامه. على فين؟ راجعة الوطن الأصلي القسطنطينية. وليه القرار ده؟ ما انت عايشه هنا وسطينا في اورشليم مبسوطه. نشكر الرب. يا سيدنا أنا مبقاش ليا حد هنا بعد موت اسكندر. ايوه يا بنتي، بس دي فاتت مده طويله على وفاته. أيوة يا سيدنا، ربنا يفرج. طب وانا المطلوب مني ايه بالظبط؟ إنك تسمح لي يا سيدنا إن آخد جسد زوجي معايا القسطنطينية. ايوه يا بنتي، بس جسد زوجك اتبارك بوجوده جنب جسد القديس استفانوس سنين طويله. أرجوك يا سيدنا، أنا واسكندر عشنا حياتنا مع بعض، عمرنا ما افترقنا يوم واحد. عشان كده عايزة ساعة وفاتي يكون جسدنا في مكان واحد مع بعض. اللي تشوفيه يا بنتي، بكره نعمل قداس، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. ها وبعدين كملي، اخدت الصندوق معاكي؟ فعلا الأسقف سمح إني آخد الصندوق اللي فيه اسكندر. حضرت مركب كبير ونقلت الصندوق فيه، وكان مسافر معايا بعض الخدم، وفجأة لقينا بخور وريحة جميلة طالعة من الصندوق، وأصوات ترانيم وتسابيح سماوية. دي حاجه غريبه فعلا. مش غريب ولا حاجة يا سيدي الإمبراطور قسطنطين. أنا لما قمت وفحصت الصندوق لقيت مفاجأة عظيمة. لقيتي ايه؟ لقيت جسد القديس العظيم استفانوس رئيس الشمامسة شهيد الرب. عرفت إن دي إرادة الرب. كملت السفر للقسطنطينية، وديني هنا والصندوق معايا. امر ايه؟ حالا روح للانبا الكسندروس البطريرك وقول له انا عايز اقابله ضروري. انت عارف يا سيدي الامبراطور قسطنطين ان استفانوس ده من اورشليم. ابوه كان اسمه سمعان ابن زكا، ووالدته اسمها حنة. لكن قول لي يا سيدي، استفانوس ده اسم معناه ايه؟ ده اسم يوناني معناه ساكن او اكليل من سلوك. معلومات عظيمة جدا. مش عايز يمشي ليه؟ هنا يجب أن يوضع جسد الشهيد العظيم استفانوس. هنا يجب أن يوضع جسد رئيس الشمامسة. ارفعوا الصندوق وحطوه تحت الشجرة دي. الشجرة دي. يبقى هنا يا سيدنا لازم نبني كنيسة ونحط فيها جسد الشهيد استفانوس فليتمجد اسم الرب.
الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي الخضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني. أهلا فيليمون، ازيك؟ ايه أخبارك؟ نشكر الرب. خير يا فيليمون. الحقيقة في جماعة في الدار اللي جنبي ومحتاجين خدمتك. أنا خادم الرب وخادمهم يا فيليمون. خير، ايه طلباتك؟ 4 أطفال والدهم اتوفى وكان بيعولهم بعد وفاة أمهم، وبكده طبعا أصبح ملهمش أي حد في الدنيا غير ربنا، وأنا كنت بعولهم حسب طاقتي، لكن أنت شايف الحالة يعني، ومش عارف أعمل إيه. اتكل على الرب يا فيليمون وما تعولش هم.
الأطفال دول من النهاردة أولادي وأنا مسؤول عنهم. تعال معايا نشوف. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات لا يسلم. أهلا، أنا لسه جاي من عندكم لقيتكم قافلين. معلش يا سيد استفانوس، اصل كانت راحت عليا نوم. عامة احنا رايحين نفتح. اتفضل. معلش عشان متأخر، أنا عاوز أحسن حاجة عندكم ونفس الكمية وابعتها لي على البيت. اكيد يا سيد استفانوس، بس اسمح لي، يعني الكميات اللي بتاخدها كل يوم دي يعني ليه؟ نحور اخويا يقصد الكميات دي كلها للتجارة. يا عزيزي يسا، الرب قال ما تعرفش يمينك ايه اللي بتعمله شمالك. يمينك شمالك؟ انا مش فاهم اي حاجة. الآية دي جبتها منين؟ يعني من اي صفر يعني؟ ده كلام الرب يسوع. رب يسوع؟ ايوه، يسوع المسيح الناصري. المصلوب. قول المصلوب اللي مات على خشبة العار. هو فعلا مات، لكن الرب أبيه أقامه ناقضا أوجاع الموت ومنحنا الخلاص بدمه. يا اخي زي ما اكون بسمع كلام التلاميذ دول مالين اورشليم بالكلام ده. تكونش انت منهم يا سيد استفانوس؟ أنا فعلا من تلاميذه وما استاهلش إن أكون منهم. للدرجة دي؟ ده إنسان اتصلب ومات. المسيح مات من أجلي وأجلك يا نحور. المسيح جاء لخاصته وخاصته لم تقبله للأسف. انا سمعت من ناس كتير قوي انه ظهر لهم بعد ما مات وقعد معاهم وكلمهم. جرى ايه؟ انت هتصدق الكلام ده ولا ايه؟ يا سيد نحور، الكلام اللي سمعه أخوك ده هو الحق. المسيح فعلا قام من الأموات واحنا كلنا شفناه وقعدنا معاه وكلمناه. يا سيد استفانوس، لولا اني عارف ومتأكد انك رجل النزاهة والحكمة انا كنت قلت عليك يعني مجنون، مش كده؟ ما تنساش تبعت لي الحاجات اللي اتفقنا عليها والفاكهة على البيت. سلام. يا سيد استفانوس، كلامك عن يسوع الناصري هزني واثر فيا قوي. يا ترى ممكن تحكي لي عنه اكتر؟ جرى ايه يا اخويا؟ انت ناوي تمشي مع الجماعة دول ولا ايه؟ حكيم انا عارفك من يومك غاوي البدع والتقليع. وليه لا؟ محور ديانتنا ايه؟ مجيء المسيح. ليه ما يكونش اللي جاي هو المسيح واحنا رفضناه بقسوة قلوبنا؟ طب يلا يا عم رضنا نشوف اشغالنا واكل عيشنا. يلا بلاش كلام فارغ. دول هيروحوا البيت اخونا براو، ودول هيروحوا البيت الارمله جوليانا. اما دول فانتوا عارفين اسماء الناس اللي محتاجين دول. امرك يا اخي استفانوس. وانت يا داود خد دول وخد العنوان ده، وعلى نصف الزقاق هتلاقي بيت قدام منه شجرة تين. هتديهم دول وتقول لهم الرب يسوع بعت دول لاخواتي. حاضر يا اخي استفانوس. الرجل عمل معجزة، شافوا راجل مسؤول 40 سنة، شافوا راجل مسؤول 40 سنة. ازاي ده حصل؟
ده انا اعرفه، ده بقاله 40 سنة قاعد مشلول وبيشحت. مالكم يا ناس؟ انتوا ليه مستعجبين؟ الراجل ده احنا ما شفناهوش بقوتنا، اللي شفاه هو قوة الرب يسوع المسيح الاله القادر اللي انتم سلمتوه واللي قتلتوه يوم ما سلمتوه لبيلاطس البنطي. بيلاطس كان عايز يطلق سراحه، لكن انتم بقساوة قلوبكم طلبتم ان انتم تطلقوا سراح لص قاتل وسلمتم القدوس البار للصليب والموت. لكن الله اقاموا من بين الاموات في اليوم الثالث وصعد الى السماوات ونحن شهود على ذلك. وديكم كلكم شايفين اهو، شايفين ان اسمه القدوس بيصنع المعجزات. اسمه القدوس هو اللي بيصنع المعجزات. اسمه القدوس هو اللي بيصنع المعجزات. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اجعل اعدائك موطئا لقدميك. يا اخي استفانوس، يا اخي استفانوس. سلمون كيف ايه؟ قبضوا على بطرس ويوحنا. مين؟ رؤساء الكهنة. امتى حصل ده؟ من شوية. صباح وسليمان بالمعبد. وباقي الاخوة؟ باقي الاخوة في بيت مريم ام مرقس. حد بلغهم؟ اكيد حد بلغهم، لان ده حصل قدام ناس كتير. وايه السبب؟ اصل بطرس ويوحنا شافوا الراجل الكسيح اللي كان قاعد عند باب المعبد، ولما كانوا بيوعظوا الشعب جم رؤساء الكهنة بقيادة حنان نفسه وامروا كنت بالقبض عليهم. احنا لازم نكون مع الاخوة دلوقتي، يلا بينا. يلا. تصوري يا امي الايام بتجري بسرعه قوي. فات حوالي 6 سنين على صعود رب المجد. فعلا يا مرة، مين يصدق ان المدة دي كلها فاتت على صعود رب المجد؟ طب قوم انت بقى يا حبيبي، هات ايه حاجة مني. حاضر يا سلام عليكم. اتفضل، انت عايز تريح؟ الروح المجتمعين فين؟ سامعين صوتنا ولا ايه؟ عارف في ايه؟ حصل قبضوا ايه؟ على بطرس ويوحنا ورموهم في السجن. ليه عملوا ايه؟ مش واقف عليهم. دول عملوا ايه؟ سلام عليكم يا اخواتي. اهلا يا اخي استفانوس، افتقدناك النهار بحاله. يا ترى بلغتكم الاخبار؟ اي اخبار؟ محدش فيكم راح الهيكل النهارده؟ بطرس ويوحنا راحوا ولسه ما رجعوش. بطرس ويوحنا في السجن. ازاي؟ امتى حصل ده؟ ازاي؟ مين قبض عليهم؟ اهدوا يا اخواتي عشان نسمع الاخ استفانوس. بطرس ويوحنا عملوا معجزة وشافوا الراجل المشلول اللي كان قاعد على باب الجنين، وبعدين قعدوا يوعظوا الشعب، فجه حنان وقيافة ومعاهم جمع كتير من المجمع وقبضوا عليهم. بحجة ايه؟ ده بدل ما كانوا يكرموهم الصديقيين. اكيد هم الصديقيين. معظم اعضاء المجمع من الصدوقيين والفريسيين، وعارفين انك واعظ للبيتيين. علشان كده انت الوحيد اللي تقدر تعرف اخبارهم. انا تحت امركم. انا ليا بعض الاصدقاء في المجمع وهقدر اعرف منهم ايه اللي حصل بالظبط. اطمن يا اخي يعقوب. ايه رأيكم في التعاليم اللي بتخالف تعاليمنا واللي انتشرت في اورشليم وعامله لنا ازعاج في اليهودية كلها؟ اورشليم وبس، والسامرية يا سيد حنان. شكرا يا بنيامين، شكرا لانك فكرتنا بتقصيرنا. الحقيقة الدعوة دي تعبتنا خالص. الغريبة انهم بيقولوا للناس ان المصلوب قام من الاموات وانه هو المسيح المنتظر. انا محتار، اذا كان مش هو المسيح، طب الناس دي بتعمل المعجزات دي ازاي؟ لابد ان الله معهم. الله الله الله، يا بنيامين ايه جرالك ايه؟ الله، انت عايز تقول ان المصلوب ده الراجل الكذاب اللي احنا صلبناه هو ده المسيح؟ هو ده رجاء اسرائيل؟ لا لا لا،
لا 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 يا بنيامين، أرجوكوا يا سادة هدوء شوية. اختلافكوا ده معناه إنهم نجحوا. إذا كان الكهنة ومعلمي الشعب دخلهم الشك في الموضوع ده، يبقى الشعب كله معذور. معذور طبعا. وانت يا رئيس الحرس، يا رئيس حرس المعبد، مصدق التعاليم دي؟ لا طبعا. خلاص، نستدعيهم ونسألهم السؤال الجوهري ده. بأي سلطان بتعملوا المعجزات دي؟ انا رايي كده برضه. انا شايف ان احنا لو سيبناهم في السجن اكتر من كده اكيد هيكون ليهم تاثير على المساجين. احنا نجيبهم فورا. عندك حق يا قيادة، وانا موافق. استفانوس. انا استفانوس. انا داوود الدمشقي من سوريا. اهلا بيك يا ابي. حفلة الأحبار المسمع هناك. اسمع اللي بديه. اتفضل يا ابي، خطوة عزيزة. يا اهلا. ويا ترى وصلت امتى من سوريا؟ النهارده. جاي عشان العيد طبعا. علشان العيد، ومعايا رسالة ليك. رسالة ليا انا؟ رسالة مهمة. ومن مين يا ترى؟ الرب. الرب بعتني ليك يا سيد استفانوس. لكن يا سيدي. الرب يسوع يا ولدي. سيدي انت. ايوه يا ولدي، صوت الرب ناداني وقال لي روح لاستفانوس وزملائه وقول له الرب مواعيده صادقة. تشددوا يا اخوة الرب. الحقيقة يا سيدي كلامك ده عزاني جدا، لاني راجع من مشكلة وقع فيها 2 من الاخوة مع اليهود. خير يا ولدي، انا اعرف الضغط اللي واقع عليكم وعلى تلاميذ المعلم من اليهود والرومان. ايوه يا سيدي، 2 من تلاميذ المعلم شافوا راجل كسيح النهاردة. عرفت يا ولدي، بطرس ويوحنا. فعلا يا سيدي، وبدل ما يمجدوا الرب اللي ظهرت اعماله على ايديهم يرموهم في السجن. لكن انت عرفت ازاي يا سيدي؟ انا كنت موجود ساعة وقوع المعجزة وشفت كل حاجة، وشفتهم هم بيوعظوا للشعب. لكن تأكد يا ولدي، الرب ينادي وتلاميذ المعلم مش هينساهم سيدهم ابدا. الحقيقة يا اخ استفانوس، احنا مش عارفين نودي جمالك دي فين. لولاك لا كنا عرفنا نروح ولا نيجي، ما كانش ممكن نعرف ممكن نكمل حياتنا ازاي. ليه بتقولي كده يا امي؟ استفانوس خادم ليكم وخادم لاخوة الرب كلهم. ربنا يعوض تعبك معانا يا ابني. يا امي اشكر الرب اللي بمحبته ليكم ارسل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. انا عايزة اكلمك في الموضوع كده، بس مش عايزة اتقل عليك. يا خبر، ما تقوليش كده يا سلومة، اتكلمي انا تحت امرك. جارتنا اللي جنبنا فقدت ابوها وبان فقدت جوزها اللي بيعولهم، ولها اخت مخطوبة ومش قادرة تعمل لها جهاز. فهمت. يا ريت اقدر اقابلها واعرف طلباتها. دلوقتي؟ ايوه. ربنا يعوضك على تعبك يا ابني معانا. قومي يا اخت نردين، الاخ استفانوس عايز يكلمك. ازاي ربنا استجاب لصلواتنا. اشكرك يا رب، عمرك ما بتنسحب. مش المسيح بيقول ان نسيت الام رضاعها انا لا انساكي؟ نورتنا يا اخ استفانوس. طمني الاكل. اختنا ساره ونردين العروس اختها. اهلا بيكم يا اخواتي، مبروك يا عروس. اهلا بيك يا اخ استفانوس. احنا كنا سمعنا عن خدمتك العظيمه للارامل والايتام، بس الحقيقه كنا مترددين اننا نجيلك. قلنا كفايه عليك تعبك مع الناس كلها، هنزود عليك كمان. يا اختي لازم تعرفي ان انا اخوكم في الرب، ومش استفانوس اللي بيدبر لكم الوطن.
لكن الرب يسوع هو اللي بيدبر احتياجاتنا كلنا. اطمني يا نور، كل اللي انت عايزاه هيكون عندك الصبح باذن الله، بس ما تنسيش تعزميني على الفرح. يا أخ استفانوس ربنا يعوضك أضعاف أضعاف. ربنا يخليك. ليه كده؟ استفانوس خادم مش سيد عشان تعملي معاه كده. ليه تحمليني خطيه؟ ارجوكي ما تكررهاش تاني. أنا آسفة. أشكرك يا أخ استفانوس. أنا عايز أعرف بأي سلطان وبأي قوة وباسم مين شفيتوا بعض؟ يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان مريض بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي طلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من بين الأموات، بذاك وقف هذا صحيحا أمامكم. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البلاؤون، الذي صار رأس الزاوية وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص. تقصد اسم يسوع؟ خرجوهم بره لغايه لما نشوف المجمع هيقرر ايه. الشيء اللي انا مستغرب له، ازاي اتنين زي دول مش متعلمين ولا هم من الكهنه ويتكلموا الكلام ده؟ الحل ايه يا قياس؟ انا افتكرت، فعلا افتكرت، دول من تلامذة يسوع الناصري. ايوه كانوا معاه، هو معلمه، كانوا معاه لما كان بيوعظ في المعبد. افتكرت. معروف للشعب كله ان الراجل شفي وان معجزه حصلت. ايوه الاهم من كده ان محدش يقدر ينكر ان دي معجزه. راجل كان اعرج وكلنا عارفينه وكلنا شفناه، شوفي تمام. الله، ما انت كده عقدتها اكتر. انا ما بعقدهاش يا قياسة، انا بفكر معاكم بصوت مسموع، بحاول استعرض المشكلة من جميع جوانبها. احنا نستدعيهم ونهددهم ونشوف. ايوه بس هنهددهم ازاي وهنهددهم بايه؟ نهددهم انهم ما يتكلموش الكلام ده تاني وما يتكلموش مع حد من الشعب ولا يعلموا باسم يسوع، وبكده نكون اتقينا شرهم. مفيش حل قدامنا غير كده. هاتوه. ايوه بس على الله، على الله ده يجيب نتيجه. اذا الكلام ده ما جابش نتيجه وفضلوا يقولوا الكلام اللي بيقولوه ده، مراكزنا هتتهز قدام الشعب اكتر ما هي مهزوزه. اسمعوا انتوا الاثنين، انا عارفكم كويس، انتوا من تلاميذ يسوع الناصري، اصحاب التعاليم الجديده اللي مريتوا بيها اورشليم واليهوديه. إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكم، لأننا نحن لا يمكننا إلا أن نتكلم بما رأينا وسمعنا. للمرة الأخيرة أنا بحذركم، محدش ينطق ولا يعلم باسم يسوع. فكوا قيودكم وسيبوه.
ده اللي حصل بالظبط. تهديدهم لنا كان واضح وصريح. الرب مش بيسيب ولاده. فعلا يا امي، ده اللي حصل. على طول ربنا بعت لنا الكلام اللي نقوله لهم. قلنا لهم ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، والقائل بفم داود النبي: لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع القادة انا خايف على تلميذ المعلم قوي من احبار اليهود يا اخ استفانوس. الرب قال ينبغي ان نبشر باسمه في كل مكان. لكن بطرس ويوحنا نجوا منهم المره دي بعجوبه. ما تقولش كده، انت لازم تعرف ان ربنا بيعمل وهم مش ممكن هيقدروا يواجهوه. ادي لك مثال بسيط. انت عارف وعظة بطرس المرة اللي فاتت جابت كام فرد الحقل الرب؟ عارف، اكتر من 3000. وكل يوم بسبب المعجزات اللي بتحصل على اسم الرب يسوع بينضم للكنيسة آلاف من المؤمنين. عندك حق يا ولدي، مش لازم الواحد ينير السراج ويضعه تحت المكيال، لابد من توصيل البشارة سر الجميع. وأمامنا مثال واضح، الحبر الجليل يوسف من مجمع اللازرتين إخواتنا في سوريا. لما وصلته البشارة آمن، وهو موجود وسطينا بيكلمنا عن عمل الرب معاه. ايوه يا اخ استفانوس، انا ما بقولش ان احنا ما نبشرش باسم الرب، لكن بلاش نبشر في الهيكل. اسمع يا فيليمون، اللي ما يعترفش امام الجميع بالمسيح مخلصا وفاديا لا يستحق. وانا بقول ده ليكوا كلكم. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسط شعبك، من إخوتك مثلي له تسمعون. تفتكر الأنبياء بتتكلم عن النصر؟ لا، أكيد لا. ايه يا شاوي؟ ايه حكايتك؟ انت مش هتيجي الاحتفال؟ أهلا بالله. احتفال إيه؟ الاحتفال اللي عاملاه مريم اختي ليلادي بمناسبة العيد. كل سنة وأنت طيب أنت ومريم. لا، مش هقدر أجي. في حاجة يا شاوي؟ انا شايفك كده مش مبسوط، وحتى في الدرس النهارده كنت شارد ومش مركز. أنا عاجبك الكلام اللي بنسمعه من تلاميذ الناصري؟ كله تخريف وتجديف، كل الكلام اللي بيقولوه. بصراحة انا شايف ان هم بيتكلموا صح، وان كل الايات اللي بيستعملوها في كلامهم بتنطبق فعلا على المسيح. شوية ناس حافظين النبوات بدقة وبيستخدموها في وقتها وفي مكانها عشان يثبتوا ان المسيح بتاعهم المصلوب على خشبة العار هو المسيح المنتظر. شاول، انت ليه متصور
ان المسيح لازم يكون داوود جديد او سليمان تاني. يعني المسيح العظيم هيكون شكله ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان اشعياء النبي بنفسه بيقول على المسيح: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلام عليه، وبحبره شفينا. انت كمان هتطبق كلام الانبياء والنبوات المقدسه على الناصري؟ برنابا انا مش فاهمك. بقول لك ايه يا شاول، انا مقدر غيرتك ومحبتك، بس كمان حاسس ان في شيء جديد لابد نلتفت ليه، وناخدش الكلام بحرفيه، لان الحرف يقتل. سيبني دلوقتي لوحدي يا برنابا. افهم من كده انك مش هتيجي الاحتفال. لا، اعتذري لمريم، اقول لها عندي خدمه العيد مع معلمي غمالين. طيب كده يبقى ما اقدرش الومك، بس عايز اقول لك فكر شويه في كلام تلاميذ المعلم، يمكن تقدر تشوف حقيقه جديده. سلام. السلام يا برنابا. اتفضل يا اخ استفانوس، ده بقى عصير اللوز. هو بعد كل الاكل اللي اكلناه ده حد يقدر يشرب حاجه تاني يا مريم؟ انا بشكر الرب انه سمح لي وشرفني بوجودك معانا العيد ده. انا كمان ليا الشرف ان احتفل بالعيد على مائده اختنا مريم وابنها مرقس. ده احنا اللي لينا الشرف. أنا أنتهز وجود الأخ استفانوس معانا، وعندي سؤال عايز أسأله، في حاجات شغلة بالي شوية. اتفضل. أنت سمعت عن الجليليين اللي بينادوا بيقولوا إن المسيح ظهر في شخص الناصري وقام من الأموات بعد صلبه؟ سمعت وشفت. شفت ايه؟ طب ايه رايك في ايه؟ في الكلام اللي بيقولوه الجماعه دول ان يسوع هو المسيح. الناس دول شفتهم في رواق الهيكل، وفي الحقيقه ان كلامهم ما فيهمش تناقض مع شريعتنا، بس في حاجه غريبه قوي، انهم بياكدوا ان يسوع هو المسيح. الجماعه دول مجانين. ايه رأيك يا اخ استفانوس؟ ايوه يا اخ استفانوس، قول لنا رايك ايه؟ انا عايز اقول لكم ان الخطيه سادت العالم، علشان كده حجب الله وجهه عن البشر، وابناء ادم بقوا زي بهايم الحق بيتحدوا نواميس، وبكده اتمحت صورة الله منهم. علشان كده الارض ما اتطهرتش الا بمعمودية النار زي ما حصل في سدوم وعمور. حينئذ يرسل الله سهام سخطه فابتدؤون يقولون للجبال اسقطي علينا، وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش. أخطأنا فعلا، أخطأنا. إلهنا إله رحمة أرسل لنا ابنه الحمل الذي حمل خطايا العالم، المسيح الذي انتظرناه جميعا والكل سيخضع له. هذا هو العهد الذي تنبأ عنه النبي بالقول: الذئب والحمل يرعيان وصبي صغير يقودهم. مين هو الابن ده؟ حقيقي المسيح ظهر؟ اكيد الاخ استفانوس ما تتكلمش من فراغ. قول لنا يا أخ إيه اللي تقصده؟ إن ذلك الآتي هو الذي أتى بالفعل، إلى خاصته ذات وخاصته لم تقبله. سلام. سلام. شاول، ايه مالك؟ وشك مصفر كده ليه؟ انت شكلك مرهق. شوية مشاكل. ما بلاش يا ابني تتعب نفسك في السهر والقرايه، واهتم شويه بشغلك ودراستك. ربنا موجود. قالوا لي يا شاول، انا عارف انك انت تلميذ الحبر غمالائيل. ايوه. ايه رايك بقى في الكلام اللي بيقولوه الجماعه الجليليين دول؟ اسمع يا راجل، انا مش ناقصك انت كمان. الا بحق يا شاول، ايه رايك في كلامهم؟ بيقولوا ان المسيح جه ومات وقام من الاموات. وانت صدقت يا سيد العازر؟ هو ده المسيح مصلوب على خشبة عار؟ انا سمعتهم وشفت معلمهم وهو بيعمل معجزات، وسمعت عظاته في الهيكل. وشفت ايه بقى؟ انت رايك ان هو ده المسيح؟ انا الحقيقه مش عارف. اما ايه الحكايات اللي ماليه اورشليم دي يا شاول؟ انه اتصلب واتدفن وقام في اليوم الثالث. انا عايز اعرف الحكايات والافكار دي جابوها منين؟ وكمان عايزك تبقى عارف
ان كلامهم كلام الانبياء، واخدين كل النبوات اساس لكلامهم. مش كده وبس، ده بيؤمنوا بالمعتقدات بتاعتنا وإلهنا، وبيؤمنوا بالتوبة لمغفرة الخطايا. وكمان النبوة اللي اقتبسوها من الأشعياء شوية شوية هتنطبق على مسيحهم ولحل بيه. انت حكايتك ايه؟ انت منهم ولا ايه؟ شكلك كده بتبشر بيه. أنا مالي؟ أنا بسمع الكلام اللي بيتردد ومالي أورشليم كلها. وكمان صاحبك برنابا اتعمد وبقى واحد منهم. انت بتقول ايه؟ برنابا تلميذ المعلم غملائيل. تعرف لو كنت بتروج اشاعات انا هقطع لسانك. تقطع لساني؟ روح اسأله وانت تتأكد بنفسك. انا حاسس يا اخ استفانوس ان فجر جديد ظهر في حياتي. انا شايف ان وشك بيشع بالسعادة يا بكر، بس اللي حاسس في نفسي اني اكثر واحد عز اصدقائي. تقصد شاول في الريف المتعاطف مش كده؟ ايوه هو. ما تخش قوي، ربنا هينور له طريق. الحقيقة انا نفسي كنت متردد لغاية لما شفتك وسط تلاميذ المسيح، سمعت كلام بطرس ويوحنا لهز كل كياني. ما تخافش على شاول، انت خسرت صديق لكن كسبت المسيح. عندك حق. أيها السادة، اليوم نرحب ونحتفي بأخويا وحبيبي السيد استفانوس، وهو من مجمع الليبرتيين. في محفلنا هذا نحن مجمع السكندريين، لكي دعوته ليحدثنا عن بدعة الناصري وكلام الجليليين. تفضل يا أخي. روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي المسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. على من يتكلم النبي؟ أكيد عن المسيح. يا أحبائي، زكريا تكلم بصدق. النبوءة التي سمعتوها اليوم لا تنطبق إلا على شخص المسيح. وأنا اليوم في محفلكم هذا أعلن أنه قد تمت هذه النبوءة. تمت النبوة؟ ازاي؟ فين ومع مين؟ تمت في شخص يسوع الناصري الذي أنتم صرتم مسلميه للموت، ولكن الرب أبيه أقامه من الأموات. وأنا أقول لكم إنه منذ البدء، منذ عهد الله مع إبراهيم وذبيحة إسحاق وسلم يعقوب وفي جميع النبوات، الجميع أجمع على إن إلهنا في رحمته قد أعد الدواء قبل أن تهوى ضربة الشفاء، الذي سيخضع الكل له، رجاؤنا كلنا وشفاؤنا. هذا هو العهد الذي تنبأ عنه النبي بالقول: الذئب والحمل يرعيان وصبي صغير يقودهما. تقصد بالكلام ده مسيح الجليليين؟ ليس مسيح الجليليين فقط، إنما هو مسيح العالم أجمع. اسمعوا لي كي أتكلم. يا بني إسرائيل، يا مخالف الناموس، يا رافضي وقاتل الرب، قد صرتم مستوجبين خطية. اخذ من مجمعنا، اخذ ايدك، اخذ من وسطينا. السلام لك يا أمي. السلام لك يا بطرس، الرب معكم. الرب معانا في صلاة السلام. السلام لك يا يوحنا. السلام لأم المخلص. الرب يحفظك. صلي النبي. نعمة وبركة ابني وإلهي تكون معكم. أيها الآب القدوس، نشكرك على تحننك على البشرية، لأنك أرسلت مسيحك ليخلصنا من آثامنا
كما وعدت بفم أنبيائك القديسين. والآن نطلب إليك أن تتنازل بنعمتك وبركتك علينا، وأن تفتح قلوبنا لنرى حقك. أشرق بنورك السماوي على القلوب والنفوس حتى نكون مستعدين للقائك في يوم ظهورك على السحاب. آمين آمين. يا سيدي، يا ريت تقول لنا ازاي نلاقي خلاصنا في المسيح يسوع، وايه اللي نقدر نعمله عشان نكون اخوه معه. توبوا عن أثامكم لتغفر خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من عند الرب. اطرحوا عن قلوبكم وضمائركم أثقال الذهب والفضة. اتركوا خطاياكم وممتلكاتكم على العتبة قبل أن تدخلوا من باب مراحم الله كي تربحوا ملكوته. أنا عندي بيت وحقل بعتوه، واديني بحط ثمنها تحت أرجلكم. ما تقولش بيتي ولا فضتي. عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. محدش فينا هياخد معاه ذهب ولا فضة ولا أي أموال ولا أي ممتلكات في القبر. قول من يدك أعطيناك. أنا مملكش بيت ولا مال، لكن بحط قوتي وجسدي في خدمتك وخدمة إخواتي. ما تقولش يا ابني قوتي وجسدي، اتفضل، لأنك ما تقدرش أبدا تحفظ جسدك وقوتك. ربنا اداها لك لحكمة علشان تكمل رحلتك ويتمجد اسمه القدوس. ودلوقتي وبعد ما بقيتوا أعضاء في أسرة الملكوت ما بقاش فاضل غير حاجة واحدة، إنكم تقبلوا سر المعمودية زي ما قال لنا السيد المسيح: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. اتفضلوا. رفضنا البار القدوس وأسلمناه للموت، ولكنه قام من الأموات محطما أهوال الهاوية. مين اللي بتقصده ده؟ أقصد الابن الوحيد الذي للآب، الذي قدم لنا بموته وبره الخلاص الكامل لغفران خطايانا، كما تنبأ عنه الأنبياء. هذا هو يسوع المسيح الناصري، الملك العظيم ورجاء كل الأمم والشعوب. المعلق على خشبة العرض يظهر انك انت تأثرت بدعوى الجليليين. المسيح اتعلق على خشبة العرض وتحمل الهوان ليرفع عنا كل خطايانا، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة لم يفتح فاه. لتخرج شفاه الكذب وليصمت الآب فم التكذيب. انت بتتكلم بلسان الشيطان. من هو الذي تدعوه انه ابن الله؟ هو رجل مجدف ومطلوب. لا يا أخي، اللي انت بتقول عليه ده البار القدوس الذي لا يستطيع أحد أن يبكته على خطية. وعموما اسمح لي أقول لكم حاجة. الضربات التسعة التي مرت على فرعون إلى ماذا كانت تشير؟ كانت تشير إلى جهل الإنسان ومحاولته تخليص نفسه من عبودية إبليس. أما الضربة العاشرة فلم ينجو منها إلا من احتمى بالدم، لأنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. وليكن معلوما لكم جميعا إنه بدون سفك دم يسوع المسيح فوق خشبة الصليب ما كان تم صلح بيننا وبين الله الآب. لكن أخ استفانوس، موسى كان بيتكلم عن خروف الفصح مش عن المسيح. ألم تكن قلوبنا تتطلع على مر العصور إلى مجيء مشتهى الأجيال المخلص؟ والآن قد جاء ولم نعرفه. صدقوني يا إخوتي، المسيح جاء، الملك العظيم، رجاؤنا كلنا.
المسيح هو مخلصنا الحقيقي، بدمه فقط تدخل البشرية إلى السماء، وهو الخروف الذي بلا عيب. هو نفسه قال: من منكم يبكتني على خطية؟ هذا هو حمل الله الذي حمل خطايا العالم. هل يسمح للإنسان النجس أن يأكل من خروف الفصح؟ لا طبعا. ومصيره إيه؟ مصيره الموت. وهذا هو مصير كل من يستهين بذبيحة المسيح الكفارية، نصيبه الموت الأبدي. فتوبوا وآمنوا بالبشارة الحسنة، لا ترفضوه. اقبلوا من مات عنكم وسفك دمه على خشبة الصليب، يسوع المسيح الناصري ابن الله الوحيد، الذي أنتم وآباءكم صرتم مسلميه وجالديه وحكمتم عليه بالموت. إسحاق كان إشارة إلى السيد الرب. إسحاق لم يجادل أبيه أو يقاومه أو يهرب منه، بل أطاع في صمت حتى الموت. هكذا السيد المسيح أطاع حتى موت الصليب، كشاة تساق إلى الذبح وكخروف صامت أمام الذي يقوده. هكذا لم يفتح فاه، ومن خلال جراحاته نلنا الشفاء. في ايه يا سيد شاول؟ استفانوس ده قفل بد من الاستغفار، بقراه وعظاته الناريه المملوءه بالكذب والخداع قدر يكسب بدعوته الجديده الالاف من القوم. وازاي ده يحصل؟ احنا رحنا له عشان نقنعه بس مفيش فايده. وبعدين لما رحتوا له عشان تقنعوه حصل ايه؟ الظاهر ان هو اللي اقنعنا. ايه اللي بتفهمه ده؟ اقنعتهم اقنعوك؟ انت بتقول ايه؟ انا بقول اللي حصل. سيدة حنان، الجماعة دليلين ان انت منعتهم الوعظ موجودين في الهيكل وبيعلموا باسم المسيح. ابعت لي رئيس حرس المعبد. اؤمر يا سيد حنان، انزل حالا اقبض على تلاميذ الناصري وارميهم في السجن. ازاي الكلام ده يحصل؟ يعني ايه؟ كنتوا فين بسلامتكم لما يهربوا منكم؟ سيدي الاسكندر، احنا عينينا ما جفتش لحظه. اقسم لك بالهيكل ورب الهيكل ان الافاه سليمه واحنا ما كناش نايمين ولا سكرانين. لا، في واحد فيكم خاين ولازم يدفع الثمن. ازاي خرجوا من هنا؟ واكد لك محدش خرج من هنا. يعني ايه؟ عايزين تفهموني انهم هوا؟ اشباح؟ طارق؟ خرجوا من هنا من غير ما تحسوا؟ الموضوع ده ما يتسكتش عليه، وانتوا لازم تتعرضوا على المسبح. سيدي الاسكندر، عايز ايه انت كمان؟ المساجين اللي يبقوا امبارح من السجن موجودين في الهيكل بيعوضوا الناس. وساكت؟ قبضوا عليهم فورا. اما انتم ليه حساب معاكم. وقبضوا علينا واترمينا في السجن، بس ربنا اتمجد وبعت لنا ملاكه فك الحديد من ايدينا وخرجنا وقال لنا نجيلكوا هنا نبشركم بالبشاره الكامله هنا في معبد. وايه هي البشارة الكاملة؟ البشارة هي البشارة الجديدة الكاملة. نبشركم بأن الله تصالح معكم في شخص يسوع المسيح الناصري. الله قدم إليكم لأنه بيحبكم. ومهما كانت القلوب مليانة حب أو غرور، ومهما كانت العيون عميانة مفيهاش أي ضي ولا
بدر الليل الجسور رفعنا صوتنا فوق باقي العالم لازم نطيع الله أكثر من العباد رفعنا صوتنا فوق باقي العالم لازم نطيع الله أكثر من العباد الملايين فضلكم عن حفظكم إن كان من الناس ينهدم ويضيع رجاء وإن كان من الله تثبت خطوات محال تقف قصاد الله محال تقف قصاد الله. اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. إيه يا ليديا وبعدين؟ ده محدش خبط علينا وجاب لنا أكل. إيه الحكاية؟ ده أنا لو قدرت على نفسي أو حتى بنتي كلوديا استحملت الجوع، مريم الصغيرة حبيبتي مش هتقدر تستحمل. أنا صحيح كنت شايلة حتة فطيرة من نايبي زي ما يكون قلبي حاسس، أعطيتها امبارح لمريم عشان تعرف تنام، لكن النهاردة هعمل إيه؟ أنا سمعت الإخوة بيخبطوا على بيوت جارتنا العبرانيات وعطوهم أكلهم، لكن إحنا اليونانيات ما قلناش. ليه يا رب؟ ليه كده؟ أنت ما فرقتش بين جماعة وجماعة، كلنا بالإيمان بيك واحد. كلوديا، أنت فين يا كلوديا؟ أنا هنا يا أمي. روحي يا مريم هاتي جدتك من جوه. حاضر يا أمي. مريم، ايه يا كلوديا؟ هو ما فيش حد منهم جه؟ أبدا يا أمي. طب وبعدين يا بنتي؟ أنا جعانة قوي يا حبيبتي. طيب أنا هروح أجيب لك تاكل. اقعدي بس، هتروحي فين؟ ربنا مش هينسانا يا بنتي، البيت ما فيهوش ولا لقمة عيش. طولي بالك بس واستريحي، وانا هروح استلف من حد شوية دقيق. اخ استفانوس، اشكرك يا رب. اهلا وسهلا، اتفضل. اتأخرت ليه؟ سلام يا ابني، اهلا بيك، اتفضل. ازيكم يا اخواتي؟ ازيك يا مريم؟ انا جعانة يا عم استفانوس، اتأخرت ليه؟ خد يا حبيبتي، انا اسف، يسامحنا الرب على تأخيري. احنا تعبناك قوي يا اخ استفانوس. انتم اخواتي في المسيح. لكن العبرانيين مش شايفين كده. ليه بتقولي كده يا امي؟ الحقيقة في تفريق في المعاملة بين الارامل اليونانيات والارامل العبرانيات. لا يا امي، احنا كلنا واحد في المسيح، لكن ممكن يكون في سهو او اخطاء بتحصل. يومين واحنا ما فيش لقمة عيش في البيت ومستنيين، ونقول زمانهم جايين، زمانهم هيفتقدونا، وما فيش. اكيد الرسل ما عندهمش فكرة عن اللي بيحصل، لكن ثقوا ان ربنا هيعمل، وهم لازم ياخدوا خبر. اسيبكم في رعاية الرب يسوع. عموما يا ابني احنا متشكرين قوي، بس ارجوك ما تتأخرش تاني، على الاقل عشان خاطر البنت الصغيرة. والرب يبارك خدمتنا. السلام لإخوة الرب ورسله. سلام والنعمة. أنا جاي أبلغكم إن في احتجاج من أرامل يهود الشتات بسبب خدمتهم وإعانتهم. فهمنا إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أثناء خدمتي لاحظت إن بعض أرامل يهود الشتات بيقعدوا باليومين والثلاثة ما عندهمش كسرة خبز.
وده ما بيحصلش مع الأرامل العبرانيات. يا إخوتي، ما صحش إن احنا نترك خدمتنا ونقوم بتوزيع الإعانات. احنا ممكن نختار من بيننا 7 مشهود ليهم ومليانين من الروح القدس والحكمة، ونعينهم ويقوموا هم بالخدمة دي. السلام لكم. ولك السلام يا سيد استفانوس، تفضل. بعتم تستدعوني؟ فعلا. ايه الحكايه يا سيد استفانوس؟ ما بقيناش نشوفك في الهيكل. الحقيقة يا سيد نيقوديموس، الخدمة واخدة كل وقتي. الخدمة وقت كل وقته. طب وبعدين الخدمة هتنسيك العبادة؟ عبادة الرب. عبادة الرب في كل وقت وفي كل مكان. خير. ايه اخبار مجمع البيبتين؟ نشكر الرب. قول لي يا سيد استفانوس، بالنسبة للدعوة الجديدة، في حد من مجمعكم آمن بيها؟ كان الأولى إنك تسألني هو مين ما آمنش بيها. أفهم من كلامك إنك مؤمن بكلام تلاميذ الناصري؟ أكيد. أكيد يعني إيه؟ أكيد إني آمنت إن المسيح جاء إلينا. لكن اللي أنت بتقوله ده ضد شريعة موسى، ضد كل اللي اتعلمناه وورثناه من أنبيائنا ومعلمينا. مين اللي قال كده يا سيد بنيامين؟ انتم عارفين ان انا عشت ما بينكم كل ايامي بضمير نقي، وطول حياتي ما اتكلمتش في حق انسان ولا شربت شهاده زور. احنا عارفين طبعا. وده طبعا لاني اتعلمت من معلمينا ان الله يرانا ويسمعنا، متكلمين كنا او صامتين. وبعدين الكلام اللي هشهد بيه دلوقتي اشهد بيه امام الله وامامكم ان يسوع المسيح الناصري الذي انتم صرتم مسلميه وقاتليه هو المسيح ابن الله الحي. رجل مصلوب ومحتقر على خشبة العار هو المسيح. وأنا يا سيدي الحبر الجليل، أنت معلم للناموس ولم تفهم بعد كل هذا الذي تم أمامكم. ألم يقل أشعياء النبي أنه يكون محتقرا من الناس، مخذولا من الرؤساء، إنسان أوجاع، مختبرا الحزن، مضروب ومذلول ومجروح حتى الموت. مين انت عشان تعلمني اقوال اشعياء او تشرح لي حتى الناموس او الانبياء؟ اشعياء اللي انت بتتكلم عنه ده ما جابش سيرة عن المسيح اللي انت بتقول عليه ده، لا، عن شعبنا اللي وضع عليه انه يتقلب كراجل واحد بسبب خطاياه. انتم يا سادة تفسرون كل شيء بحسب هوى انفسكم، تغيروا الحق حتى لو كان من الله، تعوضوا الطرق حتى لو كان فيها خلاص للناس ومجد لله. ألم يقل أشعياء أن المسيح الآتي سيحمل ذنب شعبه، وإنه جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا وضرب لكي يشفينا، وأن تأديبنا وسلامنا سيحمله هوانه. يقول الرب أنه وضع عليه اسم جميعنا، ومن خلال جراحاته نلنا الشفاء. اتعلمت الكلام الجميل ده فين؟ وعلى يد مين من الليبرتيين يا سيد استفانوس؟ ليه بتسألني عن مصدر تعليمي يا سيد نيقوديموس؟ الكلام يشهد لنفسه. وايه رأيك في ان المسيح لابد ان يكون ملكا ويكون سيدا على كل ممالك الدنيا ويخضع له كل الملوك والامم، واعداؤه يكونوا موطئا لقدميه؟ انت بتتكلم بالارضيات، اما انا فاتكلم بالسماويات. انت ترى سلطان المسيح على اعداء ارضيين، وانه بقوته الجسدية يشر سيفه في وجه الملوك والرؤساء. اما نحن فنرى سلطان المسيح على قوات الظلمة وسلاطين الجحيم، وانه اعطي بالروح ان يفك سلاسل الهاوية ويقيم قتل الخطية وينعم على الذين في القبور بالحياة الأبدية، لأنه دفع له كل سلطان مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. لقد عودتم تفسير الأنبياء،
لتظلوا أوصياء على عقول الشعب. احنا ما عوجناش كلام الانبياء ولا تفسيرهم، لكن بحفظنا للناموس صرنا حافظين على كرامة الله. ايوه مظبوط. انا مندهش، انا مذهول. ازاي تقول عن المسيح ممكن يهان او يصلب او يتعذب او يبقى حتى عبد مذلول؟ أأنت من معلم إسرائيل بحق؟ اسمع لما يقول أشعياء هذا: أنتم لا تقبلون طريق الاتضاع ولا طريق الحق. أي برهان أعظم مما صنع يسوع أمام عيونكم؟ لقد صدقت النبوءة التي قالت: اسمعي أيتها السماوات واقشعر يا أرض. الثور يعرف قانيه، والحمار معلق صاحبه، ومعلم إسرائيل لا يريدون أن يعرفوا. سدوا أذانهم عن السمع وأغمضوا عيونهم عن الرؤية، وتطلبون برهان وآية، ولا تعطى لكم آية إلا آية يسوع المصلوب. لا 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 لا، لحد هنا وكفاية. أيها الأحباء، قد علمنا بحدوث تذمر بين الأخوات اليونانيات وشكوى من عدم الاعتناء بخدمة الأرامل، وقد كلفناكم باختيار 7 أعضاء مشهود لهم من بينكم حتى يتفرغوا لخدمة الموائد، بينما نحن نتفرغ لخدمة الوعظ والصلاة. والآن يا أحبائي، بعد أن تم اختيار الرب، نعلن عليكم الأسماء 7 الذين وقع عليهم الاختيار. الأخ استفانوس، الأخ فيلبس، الأخ بروخوروس، الأخ نيكانور، الأخ تيمون، الأخ فروميناس، الأخ نيقولاوس الأنطاكي. والآن يا إخوتي، فلنرفع قلوبنا إلى السيد المسيح رب المجد كي يساعد هؤلاء الإخوة الشمامسة في خدمتهم. ربنا الصالح يسوع المسيح ساعدهم وبارك في خدمتهم وأكملها يا رب. آمين. قول لنا يا أخ استفانوس، إيه اللي يغضب الله؟ إن الذي يغضب الله الأعمال النجسة، الفسق، الفرقة، الهزل، النميمة، العداوة والحسد والإيمان الكاذب، السكر، المزاح، الشراهة في المأكل، ومحبة النصيب الأكثر. كل هذه تغضب الله وتحزن قلبه. والآن أيها الإخوة، لا بد لنا أن نتعامل مع إخوتنا العبرانيين ليس كيهود شتات، بل كإخوة لهم، وألا ننظر لهم نظرة من يملكون الرجاء وحدهم، لأننا في المسيح يسوع لنا نفس رجائهم، لأنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فقد استحقوا أن يصيروا أبناء الله. فنحن جميعنا في المسيح إيمان واحد. يا أخ استفانوس، يا أخ استفانوس، أنا عارف إن ربنا معاك. لو حطيت إيدك عليا هتشفيني. اطلب من الله إن يشفيه يا رجل الله. باسم ربي وإلهي يسوع المسيح، الرب يشفيك.
طبيعي. ربنا شفاك يا اخويا، وشك رجع طبيعي. اشكرك يا رب الارواح. ايه مالكم؟ ايه اللي جرالكم؟ في ايه؟ دي حتة معجزة تافهة وبسيطة خالص خالص. وبعدين قول لي مين إلهك اللي انت بتستخدم سحره عشان تعمل معجزة تافهة بالشكل ده؟ إله يسوع المسيح لا يعرف السحر ولا الدجل ولا الشعوذة، لأنه إله الكل وخالق السماء والأرض وما فوقها وما تحتها. أما أنت أيها الساحر اللئيم فليخزيك الرب يسوع على أقوالك. يواس، أنا اسمي يواس، أنا من أكبر وأقدم السحرة في ممالك الأرض دي كلها، وده زميلي أرستا ديموس، ده من أكبر السحرة عند الأباطرة والملوك. ودلوقتي يا ناس بصوا وشوفوا، شوفوا الخدعة، شوفوا المعجزة الكبيرة اللي أنا هعملها. هخلي الجاموسة دي تفارق الحياة. رمشي رمشي شايفين قوة السحر؟ شايفين الآلهة أرطميس عملت إيه؟ شايفين الجاموسة حصل فيها إيه؟ أيوه. انتظروا أيها الإخوة، انتظروا. هذا الساحر استطاعت آلهة عمل الشر وإماتة هذه الجاموسة، فهل تستطيع آلهته أن تهبها الحياة؟ إن عمل الشر وإماتة المخلوق سهلة، أما رد الحياة فلا تأتي إلا من رب الحياة. بسيطة، أنت بتقول إيه؟ يا ناس خليكم معايا. هو فاكر إيه؟ فاكر إن هو هيقدر يعجزني؟ أبدا أبدا، دي لعبتي، أحييها وأموتها وأحييها، وكل ده بفعل إيه؟ بفعل السحر العجيب، بفعل الآلهة أرطميس. عودي أيتها الجاموسة إلى الحياة. رمشي أين سحرك؟ وأين آلهتك؟ هل فشلت آلهتك في رد حياتها؟ والآن يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي الذي جعلني مستحقا أن أكون له تلميذا، اسمع لي أنا اليوم وأقم هذه الجاموسة أمام هذا الجمع كله كي يؤمنوا أنك أنت هو الإله الحق الذي تحيي كل أحد، وأنت المتسلط على كل شيء، فيه نسمة حياة، وسلطان الحياة والموت في يديك أيها الإله الواحد الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. والآن وباسمك فلتقم هذه الجاموسة. استنى، ده أنا هوري لك حتة معجزة يصعب على آلهتك إنها تحققها. يا ناس هاتولي كرسي. الكرسي وصل، خليكم معايا يا ناس. ده ايه؟ كرسي. حلو أوي. الكرسي ده محطوط على ايه؟ على الأرض. ايوه كده، خليكم معايا، صحصحوا. وانا
انا دلوقتي قاعد على الكرسي اللي محطوط على الارض، وهوريكم الخدعة، هوريكم المعجزة. اسم الآلهة أرطميس، أرمشيس، أرمشيس، أرمشيس. أيها السيد الرب، مخلص نفسي وجسدي، اسمع لي، أنا عبدك الخاطئ اسطفانوس، كي لا يرتد هؤلاء بسبب هذا المنافق الخبيث. أيها السيد الرب، ارسل ملائكتك ليضربوا شياطينه. يواس، يواس، لا لا، زميلي وحبيبي، تركت نفسك للشيطان فأماتك الأقوى منه، أماتك رب استفانوس يسوع المسيح، رب الحياة اللي بيملك مفاتيح الدنيا كلها. أرجوك أرجوك يا سيدي، تصلي من أجلي، صلي إلى رب يسوع المسيح إنه يقبلني، إنه يسامحني ويضمني إلى رعايته. الرب قبل توبتك، إيمانك نجاك. قم يا رجل، قم، سجود للرب وحده، قم ولتعتمد على اسم يسوع المسيح. أعتمد يا سيدي، وأعترف إني كنت خاطئ، وأنت اديتني الحياة بتبشيرك لي باسم ربي وإلهي يسوع المسيح. لكن أرجوك يا سيدي إنك تكمل صنيعتك، تسأل الرب إن يتحنن على صديقي وحبيبي يواس ويقيمه ليتوب عن خطاياه ونفاقه. يقول السيد الرب: إن الذي يمجدني أنا أمجده، والذين يغضبون الرب القدوس بأعمالهم ينالون حزنا إلى الأبد، لأنهم تركوا الرب وعبدوا الشيطان. باسم السيد المسيح تحنن إليه. أنت بتحبه للدرجة دي؟ أيوة بحب، وأنت بتنادي بالمحبة. أسألك يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الذي أقام لعازر من بين الأموات بعد 4 أيام وصنعت آيات كثيرة، وأمرتنا نحن المؤمنين أن نبشر باسمك. أقم هذا الساحر ليؤمنوا بقوتك، لأن لك المجد إلى الأبد. آمين. يواس، يقيمك رب يسوع المسيح. أنا بشكرك يا رجل الرب. شاول الطرسوسي تلميذ المعلم الكبير غملائيل. اهلا سيد ميخا. ايه شايفك شارد، بتتأمل في ايه؟ وفينك مش باين ليه؟ الحقيقة مش عارف مالي، حاجات كتير مالية دماغي. انا عذرك، الاحداث اللي وقعت في اورشليم وكلام الجليليين اللي مالين بيه اول شعبنا لابد اثر عليك زي ما اثر على كتير. شوية مخرفين بيدعوا ان المسيح المنتظر هو معلمهم، انه هيبطل الناموس
وينقذ الهيكل ويقيم هيكل جديد لديانة جديدة. وانت ايه رأيك؟ ها؟ وايه اللي ممكن يتعمل معاهم؟ جيل شرير فاسق، لكن الحق مش عليهم، احنا السبب. احنا اللي سمحنا لهم انهم يمدوا ايديهم لقدس اقداسنا. والغريب ان احنا لسه واقفين مكتوفي الايدي. وتفتكر ايه اللي ممكن يتعمل؟ نقاومهم، نكشف سيفهم وخداعهم. ازاي؟ اقبضوا عليهم وقتلوهم عشان يكونوا عبره. مفيش داعي افكرك ان احنا تحت حكم الرومان. يعني ايه؟ امال فين سلطه السنهدرين؟ لازم تعرف ان مش من سلطه مجمعنا الا الجلد بس، اما الصلب والرجم فده من سلطه الرومان. الفرصه عظيمه دلوقتي، الحاكم الروماني مش موجود، نقبض عليه ونحاكمه ونحكم عليه بالموت. فعلا، بس الامر مش بالسهوله اللي انت متصورها دي، لابد من شهود. الشهود موجوده. خلاص، هات الشهود واحنا نساعدك. وهكذا أرسل الله ابنه يسوع المسيح ليحمل خطايانا عوضا عنا. هذا الذي قال عنه يوحنا المعمدان: يأتي بعدي الذي كان قبلي، الذي لست مستحقا أن أحل سيور حذائه. فتوبوا وآمنوا بالبشارة السارة واعتمدوا على اسم يسوع المسيح. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا ننمو. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك. هللويا. ايه يا مرقص، في ايه؟ مالك بتجري وبتنهك كده ومضطرب؟ مالك؟ الأخ استفانوس مالك؟ قبضوا عليه. امتى؟ النهارده الظهر وهيحاكموه بكره الصبح قدام المجمع. مين اللي قالك الكلام ده يا مرقص؟ الأخ أثناتيوس كان معاه ساعة ما قبضوا عليه جوه الهيكل. طب وبعدين هنتصرف ازاي؟ لازم نروح له. نروح له ازاي يا يوحنا؟ احنا لو رحنا له هيقبضوا علينا كلنا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ مفيش قدامنا غير اننا نصلي. ايه رايكم يا ساده في القضيه المطروحه قدامكم؟ الحقيقه يا سيدي الرئيس، قبل ما تتكلم لازم تعرف ان الشكوى دي شكوى عامه من جميع المجامع في اورشليم واليهوديه. احنا عارفين ده كويس وحاطينه في الاعتبار، لكن استفانوس راجل له مقامه، مش بس في مجمعه، لا، عند الشعب كله وعندنا احنا كمان. اذا كانت المكانه دي هتفسد الناموس يبقى نخلص من استفانوس قبل ما تهلك الامه كلها، بل اشخاص يا جناب الحق. لكن ما حدش سمع انه اتكلم ضد مبادئ الناموس. واللي بينادي باسم يسوع الناصري مسيح مش ده ضد الناموس؟ في حد سمع منه شخصيا هذه التعاليم؟ انت مش عايش في اورشليم ولا ايه؟ تلاميذ يسوع بيرددوا ان يسوع هو المسيح المنتظر. تلاميذه مش استفانوس. في شهود على كده؟ الجدل ده مش هيجيب نتيجه، احنا نسمع كلام استفانوس اولا وكلام الشهود. كلام الشهود اولا. استفانوس اولا علشان يبقى المجمع شاهد عليه. نسمع الكل. هات السجين استفانوس ودخل الشهود. قولوا لنا بقى ايه اللي سمعتوه؟ انا سمعت استفانوس بيقول كلام تكذيب ضد الهيكل المقدس والناموس. وانت ايه اللي سمعته؟ انا سمعته بيقول ان الناصري هينقذ الهيكل ويغير العادات اللي سلمها لنا موسى النبي. ايوه سمعناه. ايوه. ايه رايك يا استفانوس في الكلام اللي سمعته دلوقتي؟ ايها الرجال الاخوه والاباء، اسمعوا. ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن حران، وقال له: اخرج من ارضك ومن عشيرتك واذهب الى الارض التي اريك.
وهكذا بدأ استفانوس دفاعه مبتدئا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى، مفسرا لهم النبوات التي تتحدث عن السيد يسوع المسيح. يا خشاة الرقاب وغير المفتونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباءكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم ينصهروا آباءكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بالنبي البار الذي أنتم صرتم قاتليه ومسلمين، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. سمعتم ما قاله استفانوس، وهذا اتهام خطير لنا، انه يجدف، وعقوبة التجديف الموت وفقا لشريعة موسى، وكما جاء في مجمل احكام التوراة كل من جدف يقتل او يرجم رجما او رميا بالسهام خارج المدينة. يرجم استفانوس حتى الموت. أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. كن عن يمينه فلا تتحتح. يا رب ربنا معاك يا ابني، ربنا يقويك يا استفانوس. اجمد يا استفانوس، ربنا يقويك يا استفانوس. رب يسوع المسيح، اقبل روحي يا رب، لا تقم له هذه الخطية. يا حبيبي يا حبيبي